الله، ايه ده يا جماعه؟ هو مش حنفي قال ان هو هينسحب من الدوري رسميا يا جماعه؟ نادي الزمالك يعلن، لا مش التعاقد مع صفقه، يعلن تنظيم رحلات اتوبيسات هتطلع من المرج الاسكندريه لدعم الزمالك في مباراته الجايه قدام الاتحاد السكندري. طب حد يطمنا يا جماعه بالسندوتشات ولا من غير؟ يا جماعه خلونا نتفائل كده. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان عرف السبب بطل العجب. ايه سر الرحلات دي يا جماعه للثوره العارمه لين جماهير نادي الزمالك الواعي منها على اصغر مؤلف قانون في مصر يا جماعه؟ ايه الحكايه بالظبط؟ ثوره كبيره جدا من جماهير نادي الزمالك خلال الساعات اللي فاتت لملفات كتيره جدا، واولها الملف الجماهيري الاول بالنسبه لهم، وهو ان شاء الله كده يبقى يدوروا على توقيع اللاعب بقى لما يكبر شويه ويوصل لسن النضج ويبقى عنده 45 50 سنه. عبد الله السعيد ملف انتقاله لنادي الزمالك اغلق رسميا على مدار الساعات اللي فاتت. ايه السبب؟ لان المشكله الاساسيه مع عبد الله السعيد داخل بيراميدز تم حلها خلاص خلال الساعات اللي فاتت. تم الاعلان عن جيمي باتشيكو مدرب جديد لنادي بيراميدز خلفا لتكيس جونياس اصغر جوارديولا في مصر على راي جوارديولا العربي رضا عبد العال. تم الاعلان عن المدرب رسميا، ودي كانت المشكله الاساسيه لبقاء عبد الله السعيد. وطلع كمان المدير الاداري بالنسبه لفريق بيراميدز محمود فتح الله واكد ان وجود باتشيكو حل المشكله الاساسيه بالنسبه لعبد الله السعيد، وان الخلافات اللي كانت ما بينه وما بين تكيس جونياس دي حاجه يا جماعه بتحصل عادي ما بين كل الفرق. ونقطه شرط الكابتنه اللي كانوا بيهددوا بيها عبد الله السعيد انها تتشال منه، اللاعب لعب شرط الكابتن في الماتش اللي فات ولا نيه تماما على حسب تصريحات محمود فتح الله ان شرط الكابتنه تنزع من عبد الله السعيد. وخدوا بقى عندكم يا جماعه الخبر اللي جاي ده ما بين قوسين، وده الاهم لعبده طبعا، ان ال 200,000 جنيه اللي كانوا نازلين غرامه على عبد الله السعيد تم محوهم باستيكه خلال الساعات اللي فاتت. ويا جماعه انتوا فاكرين ايه؟ زمالك مين؟ هو الاهم بالنسبه له الفلوس. لكن الموضوع يا جماعه مع جماهير نادي الزمالك ما توقفش على كده. ثوره عارمه على مروان عطيه وانتقاله للنادي الاهلي بعد ما مرتضى منصور اكد اكتر من مره انه حاصل على وعد من مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ان اللاعب زملكاوي في سوق الانتقالات الحالي. نصا كده يا جماعه جماهير نادي الزمالك كانت بتكتب ادي اصغر مؤلف ضحك في مصر اللي دبس النادي في مديونيات كتيره جدا. وحتى ملف الصفقات اللي كنا صابرين عليه بعد سطوته الكبيره على رؤساء الانديه في مصر او بيفشل واحد ورا الثاني مروان عطيه خلاص اهو، وكمان عمر كمال عبد الواحد جاي في الطريق. نسيبنا من ملف عمر كمال ده وهنتكلم عنه بالليل ان شاء الله. لكن بيتكلموا ان مصلحي ختم على مرتضى منصور اكتر من مره بعد ما خد منه محمود علاء اعاره مع وعد ان هو يديله مروان عطيه في سوق الانتقالات اللي هو الجاري، وخد اللاعب اعاره ببلاش. واللاعب دلوقتي بعد ما مروان عطيه هينتقل للنادي الاهلي برضه محمود علاء مكمل مع نادي الاتحاد السكندري ببلاش، والاتحاد خد اللي هو عاوزه وحصل على مقابل مالي مميز من النادي الاهلي. يا جماعه مطلعين على المسرح من امبارح ان الراجل راحت منه، بيقول لك ان اصلا جيزوالدو فيريرا ما طلبش اللاعب بعد ما طلع اكتر من مره قال ان جيزوالدو فيريرا عايز اللاعب. وقال لك بالعكس يا جماعه صفقه انتقال مروان عطيه للنادي الاهلي هتفشل، وده لان زياد طارق رافض ان هو يروح الاتحاد السكندري. زياد طارق يا جماعه اللي هو ماضي مع سموحه بقاله 3 4 ايام دلوقتي. فربنا ما يحرمنا من ضحككم ابدا. وخلاص يا جماعه ان شاء الله خلال ساعات هيكون مروان عطيه موجود داخل النادي الاهلي بيعمل جلسات التصوير والاعلان الرسمي باذن الله تعالى بحد اقصى خلال 48 ساعه. لكن تعالوا بقى عند الشائعه الاهم اللي ظهرت من امبارح، والشائعه اللي بتقول ان لاعب مصري عملاق ضخم قد يكون مساند للنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه وهو محمود حسن تريزيجيه. ايه الحكايه بالظبط؟ من امبارح يا جماعه وفي اخبار بتقول ان النادي الاهلي بيفاوض محمود حسن تريزيجيه عشان يجي اعاره للنادي الاهلي مقابل 6 شهور. طيب كلنا عارفين طبعا ان محمود حسن تريزيجيه بيلعب من بدايه الموسم في الدوري التركي مع نادي طرابزون سبور التركي. ايه الموضوع بالظبط؟ اولا يا جماعه محمود حسن تريزيجيه لاعب متالق في فريقه اساسي في تقريبا في 95% من الماتشات، يعني اللاعب مش لاعب واقع او احتياطي او لسه راجع من الاصابه وعايز يجاري رجليه مع النادي الاهلي. النقطه الثانيه والمهمه جدا، فريق طرابزون يا جماعه مقبل على استحقاقات مهمه جدا في الدوري التركي وهو بينافس على الدوري، وكمان عنده في فبراير اللي جاي دور المغلوب من بطوله دوري المؤتمرات الاوروبي قدام فريق بازل، وبالتالي النادي بتاعه مش عايز يستغنى عنه. وده اللي وقفنا قدام حاجه مهمه جدا، لا النادي التركي ولا اللاعب ممكن يقدموا تضحيات ماليه. نادي طرابزون التركي حصل على اللاعب لمده 4 سنوات بقيمه 4 مليون يورو، بيدفع كل موسم مليون يورو، يعني عشان يدي النادي الاهلي اللاعب 6 شهور مش هيقبل باقل من مليون يورو. الى جانب كمان محمود حسن تريزيجيه راتبه مع نادي طرابزون 2 مليون يورو في السنه، يعني اللاعب لو هنقول مش هيزايد على النادي الاهلي وياخد نفس الراتب بتاعه مع نادي التركي في 6 شهور دول هياخد مليون يورو. حط مليون على مليون يعني بنتكلم في 57 مليون جنيه مصري، ودي قيمه النادي الاهلي يقدر يعمل بيها صفقه جديده مش لاعب يجي مع النادي لمده 6 شهور بس. فطبعا انتوا دلوقتي مستعجبين لما الاشاعات طالعه من امبارح انا ما ردتش عليها ليه ولا ما اتكلمتش عنها في حلقه امبارح. وده ببساطه يا جماعه ان محمود حسن تريزيجيه سبب انتشار الكلام عنه ان اللاعب كان طالع ترند امبارح، لان موقع ترانسفير ماركت نشر تقرير عنه ان اللاعب اتم 300 مباراه في الدوريات الاوروبيه بمساهمه في الاهداف 110 هدف. فاللاعب طالع ترند من امبارح، فكل اللي طلع اخبار عن اللاعب قال لك اما احك اسم اللاعب في الاهلي عشان اطلع ترند انا كمان وربنا يعوض عليا. يا جماعه والله هو ده اصل الخبر من الاخر. عشان كده لو قابلتوا مثل هذه الاشكال
السؤال ابقوا روقوا عليها. ولغايه هنا وبس، دي كل النقط والاخبار والتحليلات اللي حابين نذكرها في حلقه الخمسيه السريعه. معانا بالليل خبر مهم جدا عن مستقبل مهاجم النادي الاهلي الاجنبي، فعلوا زرار الجرس عشان تتابعوا معانا الحلقه اللي جايه ان شاء الله، واشوفكم على خير. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.